السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نهاركم مبروك. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله. واليوم جبتكم فيديو جديد وطريقه جديده وسهلتها عليكم. بحجم عائلي كتوجد دفعه واحده وسهله بسيطه، يعني دغيا كنوجدوها، نقدروا نوجدوها في اخر اللحظه. صراحه كتجي زوينه التقرميشه، ما نقول لكمش تقدروا تاكلوها مالحه وتقدروا تاكلوها حلوه، كتجي خطيره. مش راه الشكل ديالها كيعطيكم الخبر، يعني مقرمشه من على برا ورطبه من الداخل. ها نتوما كما كتشوفوها نتوما الورقه مع ورقه. صراحه ما تسخاوش بها تاكلوا وتعاودوا، صراحه كتجي زوينه بزاف بزاف بزاف. المهم قبل ما نبداو ما تنساوناش بواحد لايك واشتراك باش يوصلكم كل جديد، والبارطاج مع الاهل والاصدقاء باش تعم الفائده على الجميع. وانا دائما تنسهل عليكم وتنجيب لكم الاشياء البسيطه السهله اللي دغيا كنوجدوها، ما كتاخذناش الوقت بزاف، وفي نفس الوقت كتكون حاجه زوينه وبنينه وما تشبعوش منها. المهم نبداو على بركه الله بالمقادير. ها نتوما غتشوفوا الميزان. عندي هنايا الميزان، غادي ندير 5 الكيسان تاع الدقيق نتاع الفورس. انا غادي نعبرهم بيدي باش تشوفوا كيفاش. ها الثاني، الثالث، ها الرابع، وها الخامس. وغادي نغربلهم وغادي ندير 3 الكيسان د الفينو. تقدروا ديروا 6 الكيسان تاع سميتو نتاع الفورس وجوج ديال الفينو. المهم ها هو تاع كيلو وشي كدا 30 غرام. صافي من بعد كنغربلو الدقيق ديالنا كامل. كندير واحد المعلقه ديال العسل، الا بغيتو ما بغيتوش تقدروا ديروا معلقه ديال السكر، ما ديروش كاع، لكم الاختيار. انا راه نسيت ودرتها اصلا، خص الوالده راه ما تاكلش. وعندي 3 المعالق ديال الخل، الوالده فيها السكر ما كنديرش السكر، غير نسيت ودرت معلقه ديال العسل. دابا 3 المعالق ديال الخل، وعندي 4 المعالق ديال الزيت، وشويه ديال الملح على حسب الذوق. وغادي ندير واحد الكيس من خميره الحلويات من فئه 8 غرام. وعندي 3 الكيسان ديال الماء، ندير 2 كيسان في الاول، وغادي نخلط العجينه ديالتي، وعاد غادي نزيد الكاس الثالث تدريجيا حتى نشوف القوام ديالها. غادي نزيد النص دابا ونعاود نزيد الباقي، غادي نعاود نزيدو. المهم 3 الكيسان هزات ليا بالتمام والكامل، يعني ما زدت حتى شي نقطه ديال الماء. صافي دابا غادي نحطها على سطح العمل، وغادي نحاول انني ندلكها مزيان. غادي ندلكها حتى كتولي كترطق. دائما تنقول لكم المهم الا عندكم العجانه ديروا كلشي في العجانه وعجنوها. ها نتوما شوفوا كيفاش ولات كدير، راه ولات فحال المسكه. صافي دابا غندير واحد الكيس بلاستيكي وغادي نخليها شحال ما خليتوها مزيانه، كتزيد تطلق راسها وكتزيد ترتاح مزيان. انا خليتها تقريبا شي ساعتين تا طيبت الغداء وساليت، وعاد عجنتها وارتاحيت. وعاد شوفوا كيفاش كتجي ملينه. يعني انا معجنتها تقريبا 3 اكثر من 3، يمكن حتى 3 ونص عاد عجنتها، ولا 4 والله ما عقلت. المهم فحال هاد الوقيته، وخليتها حتى 6 ونص عاد بديت كنصايب فيها. صافي خليتها خدات راحتها. المهم فرقتها على 7 ديال الكرات كما قلت لكم. راني نسيت ودرت معلقه ديال السكر. انا درت 7 باش نخلي واحد الوحيده غادي نصايبها للوالده، و6 غادي نصايبهم لينا يعني الكوتي. صافي كندهنهم بالزيت. ملي كنديرهم على قد بعضياتهم كندهنهم بالزيت وكنخليهم يرتاحوا واحد شويه. عندي هنايا 125 غرام ديال الزبده ديال التورق، يعني النص ديال 250 غرام. انا درت النص ديالها، والزيت باش نورق. الزيت غادي نورق به، والزبده غادي نديرها في الوسط. المهم بطريقه واضحه. المهم كنطلقوا العجينه ديالتنا حتى كيبان لينا سطح العمل، وكتولي رقيقه باش تجي معكم هاد الفطيره، تجي معكم او هاد الرغيفه او هاد الرغافه الكبيره اللي بالحجم عائلي. خاصكم تطلقوا العجينه مزيان، يعني تترقق باش تجيكم مرقه وتجي مقرمشه من على برا، وكتجي مورقه من الداخل. الورقه على اختها ما كتجيش معجنه. عندك شي واحد يجربها ويقول لي معجنه؟ لا، قال لي شي واحد معجنه، راه غادي نعجنو انا. لحقاش هذه واخا تقولوا لي معجنه. شحال من واحد تيجي يقول لي انا درت هذه الحاجه ودرت هذا. انا ما عرفتش كيفاش كديروا معجنين ولا كيفاش كيجيوكم معجنين، ما عرفتش. المهم انا الفيديو ما كنقطع لكمش بنو بزاف، كنوريكم الطريقه وكنوريكم حتى الاخر كيفاش انا ما صدقاتليش معجنه وانتم ما صدقات لكم معجنه. واحد السيده قالت لي انا درت هذه الفطيره نتاع التفاح جاتني معجنه، ما فهمتهاش والله، ما عرفتش كيفاش جاتها معجنه. المهم كما كتبان لكم الطريقه واضحه سهله، ما خبيت عليكم حتى شي حاجه، كلشي كنوريه لكم بالواضح، ما كنخبي عليكم والو وما كنكذب عليكم في والو.
صافي كنطلق العجينه ديالتي، واخا تقطع عادي جدا ماشي مشكل. انا كنطلقها مزيان حتى كيبان ليا سطح العمل، كنبقى كنجبدها حتى كتطلق مزيان يبان لي سطح العمل عاد، باش كتجي الرغيفه او الرغافه او اي فطيره اللي كانت مطلوقه مزيان كتجيكم الفطيره زوينه. كنديروا كما قلت لكم الزبده في الوسط، كنطلق بالزيت والزبده كنديرها في الوسط صافي، وكنطوي الطريقه ديال الرغايف عاديين. غير كنحاول انا البلاصه اللي كتجيني غليظه كنحاول نجبدها، هانتوما كما كتشوفوا كنحاول انني نجبد البلايص اللي غلاضين صافي. كنعاود ندير شويه ديال الزبده ونعاود نطوي، طريقه واضحه صافي. وغادي نطويها مربعه بحال الرغايف العاديه اللي كنديروا في المقله، بحالهم خوتهم، غير هذه حنا درنا فيها 6 ديال الكرات، وهذوك كنديروا فيهم غير 2 وكنديرهم في المقله. هذه كتجي بحجم عائلي، كديروا على الطاوه كبيره، ولا تقدروا ديروا 2 ولا 3 الا عندكم الضياف ولا عندكم العائله كبيره، ديروا حتى 2 تيجيو خطيرين صافي. كنحطها كنحاول نطلق وحده اخرى، نطلقها معكم باش تشوفوا كيفاش. انا ما غاديش نقطع لكم الفيديو باش نقول لكم راني درت 6 الكرات، غنوريكم 6 الكرات فعلا درتهم وحده في وسط وحده، ما غاديش ندرق عليكم حتى حاجه صافي. كنحاول نطلق كما كتبان لكم، كنطلق مزيان. هانتوما الطريقه باش كنطلق، كنبقى نجبدها، كندخل يدي من التحت وكنبقى نجبد ديك البلاصه اللي كتكون غليظه باش ما تقطعش ليا العجينه. كنحاول انني نجبد غير بشويه، والا عجنتوا العجينه مزيان يعني عجنتوها مزيان غتبقى تطلق معكم. هذه راه فيها الفينو كتير، راكم شفتوني شحال درت ديال الفينو، يعني راه 600 غرام ديال الفورس و400 غرام ديال قريبا نص كيلو ديال الفينو، يعني راه درت الفينو بزاف كتير. تقدروا ديروا غير 2 الكيسان وتما باقي ديروه فورس او الدقيق الابيض كما كتشوفوا نتوما. طلقتها مزيان حتى كيبان لي سطح العمل، كنطلق وكندير شويه ديال الزبده في الوسط، وكنجيب الثانيه وكنعاود نحطها. دائما الثانيه كتكون عندي لتحت، دائما كنقلب العكس ديال المسمنه، كندير الثانيه لتحت نعاود نطوي. هانتوما الطريقه كيفاش كتشوفوها سهله بسيطه، يعني ما كتاخذش بزاف ديال الوقت. عاد فاش كتكون الانسان كيصور يقدر ياخذ شويه د الوقت، ولكن شي واحد يكون كيصايبها في دارو ما كيصور ما والو، دغيا غيوجدها بسرعه. حنا حيت كنصوروا مره كنبقى نحبس الكاميرا، مره كنمشي عاوتاني نحبسها نعاود نطفيها ونعاود نخدمها ونعاود داكشي باش الانسان كيتعطل. الا كنبغي نصايب شي حاجه بعد المرات كناخذ الوقت بزاف في التصوير. اما الا كنت كنصايب حاجه عادي ما غاديش نصور حتى حاجه، كنوجدها في رمش التعين صافي. هانتوما كما كتشوفوا طويتها. المهم هذه راه الثانيه ياك، عقلوا عليها. انا غادي نجيب لكم الثالثه نفس الطريقه. كنطلق العجينه هذه، غادي نطلق العجينه ما غاديش هانتوما ندير الزبده عاوتاني نفس الطريقه. غادي نعاود نحط هذيك في الوسط، واخا قلت لكم العجينه تقطع ماشي مشكل عادي جدا، حيت كنجبدوا العجينه كتطلق صافي. دائما الثانيه لتحت هانتوما، وغادي نعاود نطوي نفس الطريقه صافي. وجبدوا مزيان. الا عندكم شي طبله ولا شي حاجه تطلقوا عليها تجيكم كبيره صافي. كنحاول انني نقادها وكنجبدها صافي. كندير واحد شويه ديال الزبده، دائما الزبده غير شويه، ما كنكثروش الزبده صافي. ونعاود نطوي الثانيه الثانيه ونعاود نجبد صافي. وكنحاول انني نقادها، ما نخليهاش مطنيه او مكمشه. كنحاول انني نطلقها مزيان. هانتوما كندير شويه ديال الزبده وغادي نجيب عاوتاني الاخرى الطرف الثاني. المهم هنايا عندنا دابا 3 كما كتشوفوا. الا كنتو غادي ديروا تعمروها غديروا غير 3 بحال دابا ديروا هذه وتحيدوا، تعاودوا ديروا 3 اخرين وتعمروا الحشوه اللي بغيتو، تفاح، كاوكاو، اي حشوه الخضراء، يعني الخضراء اللي بغيتو تقدروا تعاودوا تعمروا بها. يعني غادي ديروا 3 في الاول وتحيدوا وديروا عاوتاني طويو 3 اخرين وتقرصوهم وتعمروهم من الوسط. المهم هانتوما كما كتشوفوا هي هذه الرابعه نفس الطريقه. كندير شويه ديال الزبده وكنطلق مزيان وكندهنها وكنحاول نحطها في الوسط، ودائما الثانيه تتكون لتحت صافي. وكنطوي هاد العجينه قد ما كتجبدوها قد ما كتجي زوينه، كتجي لينه، كتجي خطيره صافي. كنحاول نطلقها ودائما الثانيه كنحيدها. المهم الا قلتوا لي كثرتي الهضره انا كنبغي غير نوضح لكم باش صافي. نعاود نطوي الجهه الاخرى
صافي حتى كنكمل 6 ديال الكرات ديالي والست، يعني هذيك السبعه غادي نديرها بوحدها، ما غادي ندير فيها حتى شي حاجه، غندير فيها غير شويه ديال الزبده، حيت الوالده عندي مريضه، ما خصنيش ندير لا سكر لا زبده، صراحه ما خصنيش ندير هادشي كامل. هي عندها الكوليسترول وعندها السكر، خصها داكشي يكون ناقص، داكشي باش درت وحده بوحدها ما غاديش ندير لها الزبده بزاف والزيت، غندير واحد شويه وصافي. صافي كما كتشوفوا كنحاول انني نقادها وكنجبدها باش نجيب دوك الاطراف باش يرقاقوا، باش ما تجيش غليظه وتقولوا لي راه جاتني معجنه، راه من يديكم، راه ماشي من يدي. صافي وكنطوي طريقه واضحه، غنعاود نجبدها وشوفوا راني كنطويها، وشوفوا النباب اللي كيخرجوا فيها، شوفوا النبيبيلات هما يعطوكم الخبر. شوف انتم، شوف شفتوا النبابل، غادي نحطها عاوتاني وغادي نجيب الرابعه نفس الطريقه. صافي كما قلت لكم الرابعه بنفس الطريقه حتى هي الزبده هذه، انا غادي نعاود نجبدها داكشي غير بشويه، كتجي رائعه صراحه. غير جربوا هاد المسمنه راه كتجي زوينه وغادي تعجبكم، انا متاكده. شي حاجه كنقول لكم راني غادي تعجبكم، راه فعلا غادي تعجبكم، حيت الحاجه اللي كتجي زوينه وكتكون بصح الناس كتعجبهم، راه كنقول لكم راه غادي تجيكم زوينه وغادي تعجبكم. غير جربوها، سهله ما فيهاش حتى شي مشكل، ما فيها حتى شي مقادير، تقدروا بغيتو تعمروها من الداخل باي حشوه، لكم الاختيار. صراحه انا درت لكم هذه خاويه، راه سبق لي ودرت لكم وحده بالكاوكاو، ودرت لكم وحده بالتفاح، ودرت لكم وحده بالشحمه، ودرت لكم وحده، المهم درت بزاف. يعني الفطائر تنديرهم بزاف كيجيو الناس، حنا المغاربه كنبغيو هذا الشيء ديال الفطائر معمرين وخاويين، وقلت علاش لا ما غاديش نديرها معكم خاويه. هذه درتها اخر وحده، وما بقاتليش ديك الزبده اللي ذوبت في الاول، ودرت واحد شويه ديال الزبده ما دايباش، المهم راها اصلا راه هكاك بلا ما ندوبها. صافي درت واحد شويه ودهنتها مزيان باش تعرفوا راه انايا غادي نقول لكم شنو اللي درت. صافي غادي نحط اخر وحده هي هذه، صافي وغادي نعاود نطويها. يعني راه ديك 125 ما كفاتنيش، راكم عارفين ملي كتذوبوها كتطلق واحد شويه ديال الماء، انا ما خليتهاش حتى نشفات من داك الماء، بقى لي غير الماء لتحت في ديك الزلافه، وانا نحاول انني نحيدو، وجبت زبده شويه فر باش ندهن بها اخر وحده. بغيتو تنقصوا من الزبده، بغيتو تخلطوا الزبده مع الزيت، لكم الاختيار. وكاين اللي ما كيبغيش الزبده، وديروا اي زبده بغيتو ديال التوراق، بغيتو زبده حيوانيه، بغيتو زبده نباتيه، لكم الاختيار. واحد يمشي على حسب الاستطاعه ديالته. انا كنقول لكم اختيار ديالكم الزبده، نتوما تختاروا المزيانه ولا ماشي مزيانه ولا الرخيصه ولا الغاليه، لكم الاختيار. كما تشوفوها غادي نحاول انني نشوفوا النبابل، كنحاول انني نقرصها، كنطرقها مزيان، وغادي نحاول انني نطرقها ونقرصها. صافي نتوما شوفوا النباب اللي دارت، يا سلام صراحه جات زوينه، جات مقرمشه وجات طريه من الداخل، جات مورقه. المهم صافي كنطرقها مزيان. الفران راه كيكون ديجا كيسخن من قبل، درتو تيسخن ودرتو على 200 درجه، شعلته من الفوق ومن التحت، وملي دخلتها طفيت الفوقاني خليت غير لتحت، وملي دخلتها كطيب راه تنفخات. هانتوما درت واحد شويه ديال الزبده وزدتها من بعد ما طرقتها مزيان وقرصتها. جبت شويه ديال الزبده ودهنت لها الوجه ديالها. تقدروا تدهنوها، الا ما بغيتوش تدهنوها بالزبده دهنوها بالبيض، ما بغيتوش تدهنوها بالحليب ما دهنوهاش كاع. شفت واحد ما خرجناها وجرحتها شويه باش تجيني داك التوراق يبان. هانتوما راه تقرميشه، ما نقول لكمش كما قلت لكم، بغيتو تخليوها هكا تاكلوها، كلوها مسمحه يعني ما حلواش، بغيتو تاكلوها حلوه. تقدروا ديروا العسل، تقدروا ديروا المربى او الكونفيتير، او تقدروا ديروا ناباج، اي حاجه تقدروا بغيتو ديروها، لكم الاختيار اللي عندكم توفر في الدار. وانا درت ليها العسل ودهنتها بالعسل، ودرت ليها كاوكاو محمر ومهرمش. تقدروا ديروا اللوز ايفيلي، تقدروا ديروا اللوز كونكاسي، لكم الاختيار قرقاع عفوا المهم اللوز اللي بغيتو، كل واحد على حسب الاستطاعه ديالو. انا دائما كنقول لكم تشوفوا التقرميشه في التقطيعه، راكم غادي تسمعوا الصوت. وعاد راه كاين واحد الصداع، كاين واحد واش عرس ما عرفتش، المهم تطبال من الصباح والصداع، وانا كنحاول انني وسبحان الله جاني مع اللحظه اللي انا كنقطع معكم هذه المسمنه في العشيه مع المغرب، وهي كنسمع الشطاح والرديح والترديف ما عرفتش. المهم انا حاولت انني نسد الشرج، نسد الباب باش ما يتسمعش. المهم راه التقرميشه بلا ما نحتاج الشكل ديالها، بلا ما نحتاج راه باين
راها بوحدها كتفرتت. هانتوما التوراق جات رائعه. خليوها طيب على خاطرها. ديروها 200 درجه او ديروها على حسب الفران ديالكم. الا عندكم فران عادي شعلوه، نقصوا الفران ديال الغاز، نقصوه وديروها الفوق وخليوها حتى طيب على خاطرها. طيب على خاطرها من تحت عاد هبطوها طيبوها حمروا لها الوجه. او ديروا كما قلت لكم عندكم الفران ديال، شوفوا كيفاش جات محمره ومقرمله. او عندكم الفران ديال الكهرباء كتخليوه واحد شويه، واحد 10 دقائق غير من التحت، ومن بعد كتشعلوا الفوق والتحت وكتردوا البال معاها كيفاش عندكم الفران. انا درتها على 200 درجه وهبطتها واحد شويه. ملي بدات واحد 10 ديال الدقائق ولا اكثر نزلت لها شويه 180 وخليتها كطيب من الوجه ومن التحت في نفس الوقت باش ما تحرقليش، وفي نفس الوقت يطيب الوجه وطيب من وجهها وطيب من وتكمل الطياب من التحت. المهم التقرميشه راه باينه. الى وصلتوا حتى لهنا وعجبكم الفيديو ما تنساوناش بلايك واشتراك باش يوصلكم كل جديد، والبارطاج مع الاهل والاصدقاء باش تعمل فائده على الجميع. ان شاء الله كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو لاحق بحول الله. وما تنساوناش بالبارطاج البارطاج. يلا نشوفكم وما تنساوناش بلايكات. يلا في رعايه الله وحفظه. مع السلامه. الى اللقاء.